أكيد كيما نتوما كيما أنا العائلة دايما نهار الجمعة أكترية يكونوا كامل ملمومين. ربي يدوم هناكم وهنانا. إذا أنا خممت فيها وجبت لكم وصفة، وخاصة فيكم بزاف تقول عندي غير بيضة وحدة وما عرفتش واش ندير بيها. أما أنا أرواحي اليوم راني جبت لك هاد البسبوسة اللي ما تعرفيش إلا بسبوسة قلب اللوز ولا خبز الباي. أهم حاجة أن هاد الوصفة راهي قنبلة في البنة، بنينة بزاف، تولي ديريها وتولوا مدمنين عليها. ما عليكم غير تشجعوني وما تنسونيش باللايك تاعكم. هاد الوصفة راهي وصفة جد اقتصادية. قولوا بسم الله على بركة الله. نبداو اكيد بالشربات اللي نديرو فيها 2 كيسان تاع الماء مع كاس ونص تاع السكر، نخلوهم حتى يذوبوا يبداو يغلاو، نخليهم 10 دقائق ونطفو، نديرو عليه عصرة تاع قارص ولا تاع برتقال. ومن بعد هنايا بالنسبة للمقادير نحتاجو نص كاس تاع السكر اللي هو يوصل يعني هذاك الخط، بيضة واحدة كاملة. من بعد هنايا نديرو لافاني، وإذا راكم حابين ديروه بالذوق تاع البرتقال ولا تاع التشينا يعني ديروا عليه الزاست تاع اي حاجه يعني حبيتوها من هاد الزوج. نديرو ثاني نص كاس تاع الحليب اللي لازم يكون دافئ، نص كاس تاع الزيت، يعني نتوما خدموا بالكاس اللي عندكم، رشه صغيره تاع الملح. من بعد هنايا يعني يستحسن نستعملوا الميكسر، يعني الميكسر اذا درتو في هذه الوصفه راه رايح يساعدكم بزاف، راح تجيكم خفيفه وتجي تاني طالعه، يعني رغم ان ببيضه واحده نديروا هنايا السميد المتوسط نص كاس نكملوه بحوالي هكاك 2 مغارف تاع الفرينه، 10 غرام تاع خميره الحلويات، يعني نحبسو ما نخلطوش بالميكسر، نجو نخلطوه غير كيما هكا. دوك نوريكم السر اللي يخليها حتى ولو ببيضه واحده راح تجيكم عالي يعني. وهنايا عندنا 2 مغارف كبار تاع انا درت نواه كوكو، نتوما تنجموا ديروا اللوز الجوز يعني حمصوه برك كاوكاو حمصوه واكيد لازم ترحوه كامل من بعد ديروه. ولكن انا يعني ننصحكم ديروا فيه نواه كوكو، وراه راح يجيكم يعني ما بين قلب اللوز شاميه وخبز الباي، يعني يجي الذوق تاعو اكثر من رائع. والسر اللي قلت لكم عليه هو انكم هنايا تخلوه حوالي هكاك 10 دقائق يعني يرتاح، هذا اللي يخليه من بعد يجيكم طالع. وهنايا كما راكم تشوفوا انايا رفدت هاد السنيوات 23 على 23 اللي جيت دهنتها بلا ماركارين. من بعد درت عليها الفرينه، يعني الفرينه هذيك لازم ما تكونش باينه، وكي تشرو هادو سنيوات هادو لازم تتاكدوا انها ماهيش تخرج، ديروا برك جربوها بالماء، اذا شفتوها تخرج ارجعوها لانها يعني ماش راح تصلح معكم في اي حاجه. من بعد هنايا بعد 10 دقائق عاود ولينا نحركوه كامل كيما هكا ونحطو الخليط تاعنا. فوالا كيما قلت لكم يعني كي تدهنوها وتديروا عليها الفرينه لازم هذاك الفرينه يعني ما تخلوش في البلا هذاك، يعني تخلوه غير اللي يلصق فيه. اما يعني اذا كان كميه باينه لازم تنحوها، واكيد راح يعاوننا يعني باش من بعد نحوها بسهوله. نجو هنايا نسقموها كامل هكا. من بعد ما سقمناها نرفدوها نحطوها في الفرن. الفرن هنايا ما لازمش تشعلوه مسبقا، لازم يعني تشعلوه في هذيك دقيقه، نشعلوه من الفوق ومن التحت 75 دقيقه. انا شد لي هكاك حوالي 25 دقيقه وكل فول كيفاه. وإلا يعني عندكم يشعل غير من التحت شعلوه من التحت، كي تشوفوه طابلكم عاودوا شعلوه من الفوق. فوالا شوفوا هنايا كيفاش يعني جات لنا طيبه كامل على ضربه واحده. وهنا بالنسبه للعسيله تاعنا تجينا شويه ثقيله لان درنا فيها 2 كيسان تاع الماء مع كاس ونص تاع السكر باش تجينا ثقيله، باش تجينا كيما قلب اللوز. من بعد هنايا نجو كامل نشربوها، يعني انتوما شربوها عينكم ميزانكم، كيما تقدر تديلكم كامل هذيك العسيله اللي هي شربات، ولا تقدر تاني ما تديش ولكن رايحه تشرب لكم لانها مخدومه بالسميد والفرينه. انا يعني بقى لي غير شويه هكا حوالي 50 ملي. من بعد هنايا نخلوها تشرب لنا، ونجو هنايا هذه حاجه مهمه ديروها يعني هي وهي سخونه
ديروا عليها شويه تاع المربى، يستحسن يكون مربى تاع المشماش، نسخنوه شويه ولا نحطوا عليه شويه تاع الماء السخون ونجو هنايا ندهنوها. هذه يعني رايحه تشرب بهذيك الشربة اللي درنا، ويزيد ثاني يشربها ثاني، تشرب ثاني هاد المربى اللي درنا، يعني يخرج الذوق تاعها اكثر من رائع. ولكن يعني حاولوا يعني عفوا هذيك الشربة اللي ديروها تكون ثقيله كيما قلت لكم. فوالا من بعد هنا نجو نزينوها، كل واحد يعني يزينها بالطريقه اللي راه حاب. انا هنايا يعني مادام درتها بالقارص، درت عليها هكا زينتها بالقارص. شوفوا يعني كيفاش تتنحى ثاني بسهوله. يعني هنا من بعد 30 دقيقه هكاك بعد ما ارتاحت لنا، وانتم كل ما ترتاح كل ما تجي خير وخير. شوفوا يعني راهي تشوفوا فيها راهي تقطر اصلا العسيله تاعها، يعني راهي وصفة ناجحة وبنينة وخاصة اقتصادية. يعني تنجمي ديريها وانتي متأكدة من البنة ومن النجاح تاع هاد الوصفة. يعني انتم جربوها واعطولي الآراء تاعكم، وأكيد اللي عجبتها الوصفة ما تنسينيش اللايك، لأن اللايك تاعك هو اللي يشجعني ويشجع هذا المحتوى باش يروح بعيد. هنا ما عليا غير نقولكم ان شاء الله يا ربي نتلاقاو في ساعة الخير، ربي يدوم هناكم وهنانا. استودعكم الله الذي احبكم فيه. سلام.